السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا لا كافي. أنا عمار ماهر عبد الصاحب عبد الأمير من بغداد، مواليد 1991. شلون بديت التصوير؟ طبعا كلش سهل. شلون نجحت؟ سهلة. نمت ثاني يوم قعدت وصلت هالمرحلة. أنا شق حلقي على ما وصلت هالمرحلة. صار لي سنتين أشتغل تقريبا. كانت من أشتغل بالمقطع مال المونتاج تقريبا يوما أشتغل بالتصوير، أسوي يوما جزئين. اليوم الأول اللي أبدي التصوير يعني أرتب القصة البداية مالتها، وبعدين ثاني يوم أصور الجزء الثاني. أقعد على المونتاج تقريبا يوم أو يومين. يعني تعرفون مبتدئ وبداية واحد شوي شوي. والتحميل لما نقعد يومين، يعني اليوم الأول اللي بديت التصوير تقريبا أسبوع خلصت مقطع واحد. تجي أيام يعني علي إذا أصور مقطع يعني الليل ما أنام، إذا تصوير إذا مونتاج إذا كلهن يعني. استمريت لمدة 8 أشهر، وهاي 8 أشهر يعني أكثر المقاطع مالتي فشلت يعني نجحت. وظليت أحاول. أهم شيء إنه أنت إذا تريد تبدي لازم عندك إرادة، إنه أنت ببالك هدف إنه أنت توصل حتسوي هيك شيء ببالك، هاي تكون قافل عليه. إذا عندك إرادة راح تتخطى كل الصعوبات وتوصل للمرحلة اللي تريدها. بس أهم شيء يكون عندك هدف قوي، أو إنه هدفك إنه أنت تريد تسوي هذا الشيء. بعد هاي خلاص اللي ماكو إذا الدنيا بلا أهداف هاي ما لها قيمة أبد. فالحمد لله صمدت، ظليت أحاول. يعني ما أقول لكم نجحت كلش، بس يعني بداية نجاح والحمد لله، والعافية درجات. وإذا ببالك هدف يعني تريد تحققه لازم عندك إرادة، وماكو شيء يعني ما يسوى إنه واحد يحقق الهدف اللي يريده. يعني الحياة بلا أهداف ما لها معنى. إذا ببالك شيء أو هاي استمر وإن شاء الله راح تنجح. كانت أكثر كلمة أسمعها هي كلمة فاشل، وهاي الكلمة بحد ذاتها تحطيم معنوي للشخص إنه بعد ما يستمر. بس قلت لكم الهدف الأساس إنه أنت عندك إرادة وراح تتخطى كل هذه الصعوبات. هاي الكلمة بحد ذاتها إنه تهبطك معنويا، يعني تهبط معنوياتك بشكل مو طبيعي. كانت هاي الكلمة أكثر شيء أسمعها. بس قلت لكم بالأساس إنه أنت إذا عندك هدف وتريد تسويه لازم تنجح وتتخطى ذنبك. يعني خلي أوصلكم الفكرة شنو صعب. لما أنت تشتغل بمقطع لمدة 5 أيام، وذن 5 أيام يعني مرات حتى ما تنام الليل عن مدة الليل، أنت تكمل هذا الهدف وتنجح. وبالأخير لما تكمل هذا المقطع بتعب وهاي، يجي واحد بكل سهولة يكتب لك أنت فاشل أو لا تستمر. شنو رأيك؟ الشغلة صعبة فوق ما تتصور، خاصة إنه الظروف المعيشية اللي عندنا بالعراق صعبة والأوضاع متردية، ومن الصعب إنه توصل هيك مرحلة أو توصل هيك مكان أو تمثل يعني. فالأوضاع عندنا بالعراق كلش صعبة، ومو ممكن إنه توصل لهيك مرحلة إلا بصعوبات اللي تواجهها والمراحل والعراقيل اللي تعبرها. بس بالأساس إنه أنا قلت لكم إنه أنت ببالك فكرة معينة أو هدف معين اللي توصل له، ومع ذلك إنه أنت بعد الأصعب الشغلة اللي تخلي الشغلة صعب إنه أنت تشتغل أو براسك عمل أو براسك مسؤولية. فمستحيل إنه حتقدر تنسق بيناتهم أو تضبط بيناتهم، من الصعب كلش. بس قلت لكم أهم شيء إنه أنت تصمد وراح توصل. شلون كونت القناة واشتريت المعدات تقريبا اشتريت الماي عادل 6 ملايين دينار عراقي أو 6 ملايين ونص تقريبا 5000 دولار أو أقل أو أزيد ما أدري. بديت قبل 3 سنين إنه قررت إنه أشتري هيك معدات وأبدي أمثل وأبدي يعني إنه أبدي بالمشروع اللي هو طموحي. بديت أشتغل بداية حياتي إنه قبل 3 سنين إنه فكرت أشتري المعدات وأكون قناة وأبدي أمثل. اشتغلت لمدة 2 سنين تقريبا. فتعرف إنه الشغل يعني مو يعني إنه تجمعها كلها إنه خاصة بهاي الشغلة، لازم يعني تصرف من الملابس. فبديت أجمع لمدة 2 سنين الحمد لله إنه اشتريت هاي أو اشتريت المعدات. ما أريد أطول عليكم بالحكي، بس أريد أوصلكم فكرة أو أريد أوصلكم معاناة، وتقريبا هاي 1 أو 2% من المعاناة اللي أعيشها. إن شاء الله بالحلقات الجاية إنه أوصلكم باقي المعاناة. وأنا أريد أوصلكم فكرة إنه إذا أنت ببالك شيء وتريد تسويه لازم تسويه ولازم تستمر حتى تنجح إن شاء الله تنجح. خلينا نبدأ بالحلقة وأعرفكم على الجهال وخليهم يقدمون نفسهم وتعرفون من هم. I like mobiles, I like mobiles, I like mobiles, I like كرسي مؤمل بن عمي وحسوني أخوي. عرف نفسك حبيبي. أنا مؤمل منتصر عبد الصاحب. هذا ابن عمي عمار. ما شاء الله جديد. إيه. أنا بصف الخامس، عمري 12 سنة.
سنين خرجت مصر. ايه بالمدرسة الووي. موبايل. عندي جنسيتين. ليش رايدك اهلك حبيبي؟ أني؟ عرف نفسك. السلام عليكم، شلونك شباب؟ شلونك شباب؟ كمل. أني بالصف الثالث، عمري 10 سنوات. اول شيء اسمك. اول شيء اسمك. كنت وقف تصوير. كانت ايه، وبصف الخامس. ايه. عندي جنسية واحدة. ايه. وقطعتي سنتين. سنة؟ اوف اسكت. السلام عليكم، عليكم شلونكم شباب؟ أنا حسنين ماهر، أخوي عمار. هاي شنو؟ صف. شغلات جديدة هاي ما شاء الله. الصف الرابع. شعبالي عندي مقطعتين. ثالث لو رابع؟ لا تاركين. ما علينا هسه انت بالثالث لو بالرابع. لازم الرابع، السنة الثالثة أنا. يقول لهم بالثالث وش وكل على الله. شنو معك كيف؟ مؤمل بن عمي وحسوني اخوي. عرف نفسك وصوتين مؤمل. التماس. أنا مؤمل منتصر. اي. عندي جنسيتين. مؤمل بلا برك. انا مؤمل تسعد عجل. السلام عليكم، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ انا مؤمل منتصر عبد الصاحب عبد الامير، بصف الرابع ابتدائي. عمري 12 سنه، اداوم بهالمدرسه وعندي هيجي وهالقد فك. مو انا متدعي انا صف الخامس، عمري 12 سنة، داوم بالمدرسة الووي. أني بيوم 14 زينت شعري، فصرت هيجي أصلع. إيه، وأنا عندي جنطة هيجي العرضها فيها 12 كتاب، 12 دفتر. مؤمل بن عمي حسوني اخوي. عرف نفسك مؤمل. أنا مؤمن منتصر عبد الصاحب، عمري 12 سنة، بصف الخامس. هي حياتي شنو؟ يعني التصوير، واللي أضحك الناس، أرسم بوجوههم. ترسم بس ناس، ترسم ناس بوجوه. اي كمل. إيه، وأضحك هدفك الناس. بالحياة شنو هدفك؟ عندك هدف انه انت توصل شو تريد تصير باكر عقب؟ مهندس، دكتور، بيطري؟ مصورة. تصير مصور؟ إيه. مشكور. عرف نفسك. السلام عليكم، أنا حسنين ماهر عبد الصاحب أسد، الصف الثالث، عمري 10 سنوات. هدفي بالحياة 9 سنوات تزاغل. 10 كبران؟ اي صحيح تنشتي. كمل. هدفك شنو؟ انت مو بيصاف؟ بالثالث. بالثالث. والرابع ثالث سنة. بالرابع ثالث سنة. بالثالث لا تزاغل عن نفسك، انت بالثالث. هدف بالحياة أسجل هدف. هدف؟ وأرسم. قوم 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 الثلاثة. أني؟ 1 2 3. تريدون أغني راب؟ Yeah. شفتوا الراب طبعا مالتي وانا كله اجنبي اخري. اذا تريدون اغني راب عادي، عربي عادي يعني، بس هذا الراب طبعا بلا تحضير. هيك فجأة اجت لي الكلمات يعني. هي ابداع، مو بيها ابداع؟ اي بيها ابداع. رعفهم على رعفهم. كل يوم سحقة أقوى من قبلها، أنا واصل بالسحايق، سحقة ما حد واصل لها. كل يوم سحقة أقوى من قبلها، أنا واصل بالسحايق، سحقة ما حد واصل لها. طبعا عن قريب حسافر الى دولة يعني عربية، اوضح لكم اكثر، دولة مجاورة ان شاء الله راح تعرفوها انتم عن قريب، اوصل لكم فلوق هناك ان شاء الله.
لا تنسون ترسلون التحديات مالتكم، ولو خيروك يعني عن قريب حسوي لكم لو خيروك وتدزون والترشيح او لو خيروك اللي يحصل لايكات اكثر او يحصل انه التصويت هذا نسويه لو خيروك على مود اللي تدرون هو يحصل تعليقات، فاختار المميزات من عندهن. لا تنسوا تدعمونا، وان شاء الله عن قريب راح نسوي لكم لو خيروك، وان شاء الله هم مقاطع جديده ويا الاطفال، ومقاطع راح تعجبكم، ولا تنسونا من الدعم. بالنسبه للارباح مال اليوتيوب والارباح مال الشركات انا مو محصل ولا ربع، لان الشركه قاعد فوق الارباح مالتي كلها طلعوا 56 مثل ما تسنوا بحراميه وباقوا الارباح كلها ولا فلوس بقول والله العظيم. اتفرجت تاني والله العظيم. لا تنسى تتابعني على البيج بالفيسبوك وتدعمني على البيج. لا تنسى تخلي لايك على هذا المقطع وانتظرونا عن قريب. قوم انتهيت لك، يلا مع السلامة حبايبي، انتظرونا عن قريب. Kalau kata pasangan kalau mati. Kabar larga. Ya kakak! Gimana sih kamu tadi ada? Gimana? Ayo! Watar bener hawa yang macungkannya sini. Kamar Somalia. Kamar nomor. The streets all know that same therefore my enemy's revenge is sweet. And if you feeling قمتك وايد ما تعرف وين. تعال قرر بالله. Kalah اشتريت. ليه تاكلار اللي بتاع مني؟ هي كنه. هنا كله. هي. لا تنسون ترسلون لو خيروك مالتكم والتحديات على مود نسوي لكم تحديات، ولا تنسونا من الدعم وفي مال. ليه غير ليه دبليه؟ تعال.